اتفضل. اتفضل يا كابتن كابتن. حماده، فيما يخص المشاركه في المنافسات التابعه للمنظمه هذه، اسك هناك انخراط او اجراءات اداريه وقانونيه، حاضر. والمنافسه هل منحصره على دوله او اثنين او الدول التابعه للمنظمات كامل؟ حاضر. بالنسبة للمشاركة اللي في الأحداث بتاعة الإسكا، في عندنا كذا نوع من المشاركة. في نوع اللي هو المشاركات الهواة، وفي احتراف. الهواة في حسب الحدث اللي انت هتشارك فيه. في بطولات اللي هي خاصة بأعضاء الإسكا بس، فده لازم، اللي هي زي بطولة العالم الرسمية بتاع الإسكا، يعني كانت معمولة السنة اللي فاتت في النمسا. طيب الشروط بتاعتها ان لازم، لو انت مثلا حضرتك من دولة ايه؟ الجزائر. الجزائر. مفيش ممثل في الجزائر للإسكا، فبتقوم جاي مثلا راجع لي، انا عايز اشارك، انا معايا فريق. تقول لي يا حماده معايا فريق عايز يشارك في بطولة العالم الرسمية بتاع الإسكا. اقول لك اوكي، اعمل لي قائمة بالاسماء وابعتها لي، واجيب لك بقى الدعوة، وتروح السفارة وتقدم الاوراق بتاعتك. طيب، في الهواة اللي هي بطولة العالم الرسمية. في بطولات تانية دولية هواة برضو، أو كأس عالم أو هواة أو حاجات من دي بتتصل بيهم مباشرة منك لهم. محدش كلمك ولا بتاع، بتبعت لي تقول لك يا كابتن في بطولة في الحتة الفلانية وعايز أشارك فيها، وكلمهم. فأنا أكلمهم وأجيب لك لهم الدعوة وهكذا. طيب، ده بالنسبة للهواة. القسم التاني اللي هو الاحتراف. الاحتراف بيجي على حسب آم، تواصلك مع المنظمات التانية، مع قصدي مع حد منظم الحدث. فلازم يكون عندك لاعب كويس جدا، لاعب الفيديو. فعندنا احنا عندنا في تقصير في مصر او الدول التانية العربية، خاصة المغرب، اللي هم عندهم لاعيبه كويسين جدا، بس ما عندهمش اظهار اللاعب امكانياته كويس عن طريق فيديو بيصور تصوير كويس من زاويتين مثلا، فبيظهر اللاعب الكويس زي الماتشات اللي انت بتشوفها بتاع الاحتراف بره. تصوير كويس وفيديو كويس، فبيظهر اللاعب قوته وشكله كويس وحلو. احنا عندنا بنصور بكاميرا موبايل ويقول لك خد الفيديو، وتلاقي اللاعب مثلا في يعني ايه، لقطة كده مضروب فيها يقوم قصصها. فتلاقي مثلا، فلازم الفيديو يكون كامل. يعني مثلا الجولة دقيقتين، تلاقي اللاعب باعت لي يعني كان واحد لاعب لي مثلا باعت لي الجولة دقيقة و50 سم، 50 دقيقة، 50 ثانية. فأنا بعرف على طول هو قص منهم 10 ثواني اللي هو المضرب فيهم. طبعا ده كله غلط، ده مشكلة. فعشان كده تلاقي واحد كتير كان وأبطال في مصر ومعروفين وبتاع، ويبعتهم ويترفضوا، أو يبعتهم لأن إمكانياتنا في الاحتراف ضعيفة جدا. يعني انا كنت ببعت كتير جدا، كان بيجي لي ماتشات ب 100,000 دولار و 50,000 دولار، ابعت لهم ما يقول لك دون المستوى، ما ينفعوش طبعا وفعلا. فزهقت بقى من كتر البحثات. وفي اوقات جات لنا ماتشات كبيره في البلوتر، اللي هو في البلوتر في ايطاليا. ف ويروحوا من ضربوا قاضيه من اول دقيقه ما يكملش. فزي ما تقول زي مثلا كره القدم، زي فريق ليفربول مثلا، وفريق مثلا في مصر، المحله ولا، هتجيب ده هو نفس القصة. عندهم مستوى الاحتراف عالي، إمكانيات عالية، حتى في التصوير احنا ما عندناش حاجة خالص تعملها. طيب، نشارك ازاي؟ تبدأ بقى واحدة واحدة. تبدأ عندك، عشان تعمل بطل عالم، عندك 3 مراحل تعدي فيهم. أول مرحلة مثلا، أنت مثلا في مصر هتقول أنا عايز ألعب على لقب بطل إسكا مصر، أقوم عامل لك ماتش مع أحسن لاعب فيه، واخد حزام قبل كده، تلعبه كسبته، يخش على المستوى الثاني افريقيا، يعمل لي ماتش على مستوى افريقيا، هرجع انا لرئيس المنظمه كوري، اقول له عايزين نعمل ماتش على حزام بطل افريقيا. هيقول لي ادفع 2000 دولار. حاجه اقول لك تعالى يا كابتن ادفع 2000 دولار، اقول لك يا عم أنا لا اكل. هتقول انا لا اكل يا عم. فهيبدا خلاص وقف. لان بعد ما تاخد لقب بطل افريقيا تخش تلاعب بطل عالم تتحداه، تدفع برضه، ده على الاقل. لان اللي معاه بطل عالم ده، اي حد يجي يتحداه بياخد فلوس.
يقول لك $5000 $10000 وارقام بقى اللي هو ايه، ومستوى تعبان كمان. فانت عايز بس تاخد، فانت محتاج حد يعني يصرف لك. فدي طبعا عشان كده احنا مش عارفين نعمل ماتشات، لان اللي معاه بطل العالم ده هو بياخد فلوس، اي ماتش بيلعبه بياخد فلوس، شغلته ياخد فلوس. فلما اجي انا في مصر اقول له عايز اتحدى اللاعب بطل العالم ده، طبعا بطل العالم بقى بيجي بقى المدرب بتاعه ولا السبونسر بتاعه يقول لك ايه، هات لي $20000. اقول له يا عم احنا لاقيين ناكل، ده اللاعب بجيب له اكل بالعافيه، ما بنكملش. طب اذا، الا دي حاجه التانيه، اللاعب بتاعنا يكون قوي جدا وهم عايزينه. طب ما فيش لاعب قوي، يبقى لازم انت اللي تتقابله وتقول لهم انا عايز اتحداكم، في يوم جاي فارض عليك شروطه. طيب، واحد تاني يقول لي طب في فلان سافر وفلان معامل، كل دولت ماتشات هواه بيستخدم احتراف صغيره بيستخدموا الرجاله بتاعتنا علشان يكسبوهم، عشان يعلوا بيهم. لان هي عامله ازاي، اللاعب ليه سعر، زي لاعب كرة القدم ليه سعر، بياخد 10 مليون 100 مليون وهكذا. طيب اللاعب بتاعنا ملوش سعر، لأن ملوش آه، سي في، لأنه مليش إمكانيات لسه، على باب الله. طب أنت عايز تعمل للاعب سي في قوي، هتلعب تعمل له إيه بقى؟ تخليه يلعب فلان الصغير ده، فهتجيب واحد يلعب مثلا الكابتن بتاع الجزائر. هات لي لاعيبه من عندك يلعبوا احتراف، وابعت لك تذاكر طيران واقامه وفندق، ويديك بوكت ماني $500، هيفرح. هقول له طب ابعت لي الناس اللي عندك، هيبعت لي مثلا خمسه سته. انا بقى عايز انمي اللاعب بتاعي، او واخد من اللاعب اللي عند الكابتن بتاع الجزائر اضعف واحد تعبان، اقول انا عايز اللاعب ده. فطبعا المدرب هيبقى فرحان، هيقول له اوكي انا عايز ده، خد يا كابتن، ابعت لي تذاكر طيران واقامه وانا زي الفل. وابعت له هو فرحان، وانا بايه بعمل بيزنس عليه، فاجيب اللاعب بتاعه، يوم اللاعب بتاعي يوم غلبه، وياخد بعد كده يعلي السي في بتاعه، وهكذا. هم بره في اوروبا وامريكا واستراليا بيشتغلوا على نفس النمط كده. طب احنا ما عندناش حد في مصر يشتغل على كده، فبنضطر ان احنا نعمل ازاي، مستخدمين، يعني هم بيستخدمونا. يعني زي كل لعيبه مصر تلاقيه بيطلع، ما عمره ما تلاقي واحد طلع بره بقى مليونير ولا نيله، ولا وصل لمستوى عالي، لان هم بيستخدموا. حتى لو انت غلبت، ما انت خلاص يلا حلو كده، يستخدمك في مره تانية. عشان كده مفيش حد بيصرف عليك، ولا في سبونسر، ولا حد هيدورك، لان انت مستواك اساسا ما ينفعش. طيب، فتيجي مثلا اغلب الناس يقول لك ايه ده، انا طلعت احتراف. يا سيدي هم بيستخدموه. احتراف ديت اللي انت لاعب ليك اسم، ليك تمن، ليك مبلغ، ليك سعر. حد في مصر ليه سعر؟ مفيش حد. حد في مصر مثلا آه لعب في منظمات كبيرة عن طريق اتحاد ولا بتاع؟ لا مفيش. ليه؟ هم بتوع يعني مثلا هنقول الاتحاد المصري اللي شغال حاليا، زي ما احنا قلنا مثلا في المحاضرة اللي فاتت، ما يعرفوش حاجة اسمها مدرب احتراف لوحده ومدرب هواة لوحده. صرصار قتلته. طيب نيجي للاحتراف. فالاحتراف ده عايز اما لاعب قوي جدا، ويبدا السلم بعد ما يبقى قوي يبدا من اول كمان، زي محمد صلاح مثلا بتاع كرة القدم، بدأ وتعب. يجي مثلا عندنا في مصر تلاقي واحد مثلا يقول لك انا بقيت محترف، ويتأنتك ويتقرنن، هو مش حاجة اساسا. يعني هو لا شيء، المفروض ده بدأ من بعد بقى مدرب احسن لاعب في مصر مثلا، دي يبدأ يتدرب علشان يبقى محترف، يعمل بقى ماتشات مع لعيبه، يسافر يروح يجي على حسابه، يعني يبدا سلسله من ده وتعب. بس هو اول ما يبقى محترف، هو مش احتراف، هو زي ما انا قلت لك في الاول بيستخدم، بيستخدموه. زي مثلا بنظم انا اهوت، وعايز لاعب من عندي اوصله، يبقى سعره مثلا $50000، بخليه يلعب مع بتاع السودان، تعال يا ابني اضربه، تعال مش عارف ايه، يضرب ده يضرب ده يضرب ده، ويتدرب كتير عشان نزود مستواه عشان يوصل. اجي مثلا اما العب مثلا مع منظمات كبيره، اقول لهم ده لعب ماتش فلان وفلان، وتسجيل الفيديو اهوت. اهم حاجه عندهم الفيديو ده رقم واحد. احنا عندنا فيديو بنصوره بشكل اللي هو بالموبايل،
وبشكل من زاويه واحده، هم عندهم زاويتين ثلاثه. يعني ممكن تكلفه الفيديو اكتر من تكلفه الحدث، بس بيطلعوا حاجه بامكانيات عاليه جدا، حاجه يقدر يسوق بيها اللاعب اللي عنده وينميه ويكبر. طب دي في الاحتراف. انت عرفت كده في الاحتراف عندك في مستويين في الاحتراف، اما انت تعمل احتراف بفلوسك، او حد يستخدمك في احتراف. في كلتا الحالتين لازم يكون عندك امكانيات تدريبيه قويه. فهتجيب امكانيات تدريبيه ازاي وانت اساسا ما بتعرفش يعني إيه احتراف؟ ما دي المشكله، ودي اللي مخليه كل اللعيبه اللي في مصر العيال عايزه تبقى ابطال ومحترفين، بس مش عارفين الطريق فين، بسبب مش عارفين ليه. بعد كابتن الغرس. وليد، هقول لحضرتك حاجه. انت بتقول كلاعب مستوى بالنسبه لك كويس. اه. اللاعب اللي انت بتقول عليه كويس ده بالنسبه لي لا شيء. اه. بالنسبه للمحاضره اللي خدتها النهارده، الدوره اللي خدناها في المحاضره، المحاضرات اللي خدناها في الدوره كلها، هل انت طبقت كل اللي في المحاضرات عليه؟ لا لسه. انت كل تدريبك لسه له لا. كان هواء، وبالتالي هو لا اه شيء. بالظبط. لا، طب لو مهم. اما تبدا بقى تدربه على الضرب بالدفع ويزق وما يرجعش ايده، هتلاقي في تحول فعليا كبير انا جدا. لما خدت المحاضره مع حضرتك كوتش انا بدات اطبق ده عندي في التمرين. اللاعب ما كملش نص ساعه في التمرين وهمت جدا. لانه يعني استخدم مش قادر العضله. يكمل. للعضله اه. استخدمها، كان الاول ما بيستخدمهاش خالص. فتلاقي الضربه ضعيفه، سريعه وقويه وبتاع. خد بالك هتلاقي في فرق في الضربه اللي هي القويه ديت، ان انت لما تلعب بضربه قويه وتزق وتدفع، اي واحد بيشوفها بيلاقيها ضعيفه شكليا، ولكن هي ايوه. داخليا قويه جدا. ما بتبقاش سريعه، بتبقى شكلها بطيء وشكلها مش حلو، بس قوتها قويه جدا. التاني ممكن يضرب بسرعه، وده يقول لك ويعمل ويعمل اه. منظر وصوت وكل ده في هوا، شكله من بره حلو بس هي من جوه ضعيفة جدا لا شيء. طيب التحول ده ممكن تتغير امتى؟ لما انت تتحول مهم. بقى تعمل لي لاعب محترف فعلا. محترف يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتقيس قوته، قوة ايده ولتكن مثلا 5 ريختر. مهم. انت كمدرب هتشتغل احتراف، تعالى يا ابني قوتك كام دلوقتي؟ 5 ريختر. قوة ضربة ايدك 5 ريختر. اه الهدف بتاعنا نخلي قوة البطل العالم قد ايه؟ 50 ريختر. مهم. يبقى احنا هنتمرن اه. على 100 ريختر. يبقى احنا هنزود ايوه. القوة دي من 5 ل 100 عشان تبقى مضاعف طب ما ينفعش قوتين. نوصل. اه. ضعف قوتين قوة بطل العالم. طب حد في المدربين مصر او الوطن العربي اشتغل على النظام ده؟ ما يعرفش اساسا، هو ما انا مش يعرفش. عارف اصلا يعني م... ايه اقيس قوه الضربه ازاي. انا برضه ما اعرفش لحد دلوقتي لسه. قوة الضربة لو هو فيها طبعا أجهزة، هنقول ما فيش أجهزة. أنت في مهم. مصر بتعمل إزاي؟ السندباك أهوت بتعلقه في ماسورة فوق، وهو بيضرب السندباك بيمشي بالسلسلة بتاعته، فبيضرب اه. الضربة. الضربة السندباك لما ضربه مشاه السندباك مشى مثلا وليكن 50 سم. تمام. اوكي تعالى عايزينك بقى الضربة تتدرب وزن على الضربة السندباد لحد قد ما ايه تخليها والمسافه بقت اللي خدها متر. قد ايه؟ زود اه. المتر، يبقى كده زودت الضعف، وهكذا. يبقى انت كده عرفت عملت مقياس اه. ليه. انا اخترعت لك مثال دلوقتي وانا معاك. يعني اقصد اه. ايه؟ انت شوف اي مقياس تقيس به قوة الضربة. تمام. بيضرب بيزق اللاعب، مهم. اللاعب ما بيتحركش. يبقى هنقول مثلا مقياس ضربتك 1/10. زق اللاعب شوية كده في الضربة، يبقى كده وصلت 2/10. زق وقعه 5/10. اعمل أي مقياس بس يبين تمام. لك قوة الضربة اللي هي زادت. مهم. طب احنا دي حد في مصر بيعتمد على القوة؟ ما بيعتمدوش على القوة في مصر، ولا فيش لا، مدرب بيعتمد سرعه على القوة. وتكنيك. هو كل اعتماده على السرعة، لانه سرعه مفكر ان وتكنيك بس. السرعه دي هي اهم حاجه. هو ما يعرفش ان في فرق بين السرعه والقوه. وما فيش مدرب في الوطن العربي عامه، وممكن اقول لك في استراليا ما قابلتش حد، ولا في الدول اللي سافرتها، بيعرف ان في فرق بين قوه الضربه قبل السرعه، استخدام القوه قبل السرعه، او السرعه قبل القوه، الفرق بينهم. دي خطيره جدا. انا لحد دلوقتي مهم. عايز اعمل لها زي ترجمه او مفهوم يبقى بسيط وسهل للجميع، مش عارف انا عايز اعمل لها. زي مثلا زي ما يقول، جبت لك مثال العربيه. انت تزق ايوه. عربيه، لو زقتها بسرعه الاول ايدك انت هتتكسر وهي مش مهم. هتتحرك العربيه.
عشان تحرك ايوه العربيه تحط ايدك وتبدا تاخد نفس وتجمع الدم في العضله، وتبدا تستخدم العضله وبالراحه سنه بسنه، وبعد كده تبدا تزق بسرعه زق هتتحرك مره معاك. واحده. فدي القوه الفرق بين الاول وبعد كده السرعه. القوه الاول وبعد كده السرعه، دي يعني كده استخدمت القوه اه العضليه بتاعتك، العضل بتاعك. طب لو استخدمت بالظبط. السرعه الاول عمرك ما تبقى تعرف هي تستخدم سرعه القوه. باور الضربه فقط لا غير، ما فيهاش قوه اصلا. زي ما احنا بنقول تضرب بالعصب بتاعه. ايوه. نفس المثال ده انا شفت له مثال برضه لما كنا واحنا صغيرين بنروح الموالد بنشوف اللي هو المعرفش اسمه ايه، القطر. مش عارف حد فاكره ولا مم. لا، حد عشر القطر قبل كده، قطر اللي بيحط عليه اه حديد كده وتزقه. بيقولوا عليه ايوه مدفع. ايوه 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 في الموالد ايوه. بيقولوا عليه حد ترام يا مدفع. فاكره؟ ريس. فاكره يا ترام. بيقولوا عليه اخوش؟ موجود مدفع. موجود كان موجود في طنطا، في اسمه المولد ايوه بتاع كان على طنطا طول اسكندرية. زي البدوي. ما سيد البدوي، ايوه عند محمد اسمه الدرويش. في اسمه مدفع البدوي. ده يا كابتن حماده. اسمه ايه؟ مدفع. مدفع، ايوه هو قطر المدفع صح. كنا صغيرين بنروح ونحط لها ترى ولا اتنين بالعافيه. نفس اه القصه، ما هو القطر ده عمرك ما تعرف تزقه لو بدات تسوق بسرعه. لا ده بيقول لك حط مم. الاول، حط رجل ورا وتزق وترجع رجل لورا تاخد دفعه، وبعدين تبدا تسرع بسرعه. ده يعني استخدم ايوه العضله الاول وبعدين السرعه بعد كده. تيجي تزق حاجه، تزق اول تاخد دفعه ايوه كده تجمع اعصابك، وبعدين تبدا تزق، وبعدين في الاخر يبقى انت كده ايوه. استخدام العضله قبل السرعه، فالعضله هتدي قوه دفع للسرعه، فالقوه هتطلع واصله 100% مظبوط. ولكن لو استخدمت السرعه الاول مش هتدي فرصه للعضله اللي هي تضرب او تندفع او تزق، لان السرعه عامله زي ايه؟ ما هي ما اصل انا في حاجات كده بحاول اشوف لها تفسيرات ما بعرفش، بس انت حاول مثلا. يعني يعني مثلا اقول لك عامله ازاي. لما شرحناها قلنا مثلا ان السرعه كل ما زادت هات الباكت السرعه، كله. يعني في قانون كده في الفيزياء ما اعرفش هو فين ولا ما اعرفش هو فين مش فاكره، اللي هو كلما زادت سرعه الحاجه كلما خف وزنها. اه وبالتالي اما تخف الوزن قلت القوه. مهم. نفس النظام بتاع الجاذبيه لما تقف عليها ثابت 100% قوتك كده 100% كامله. طب لو الجاذبيه مش ماسكاك 100% بتتحرك وتطلع وتحط، يبقى انت كده مهم. ثباتك على الارض بقى مثلا ضعيف في ضعيف. 50%. فال اه 50% ديت بتبقى 50% في العضل في القوه برضو نفسها. قانون نيوتن اه للحركه. تمام. الحاجات دي بقى عايز حد يدمج لي الاثنين مع بعض، لان طبعا انا مش هقعد ادرس فيزياء واقعد ادرس قصص من ديت. كابتن حماده، نعم. سؤال لو ممكن يا كوتش قياس لقوه اللاعب، زي ما لعيبه في الكيك بوكس، زي ما لعيبه الماي تاي بيعملوا بيقيسوا قوه ضربتهم، ان هو بيكسر خشبه مثلا مقاسات مختلفه او كده ممكن. ممكن يا كوتش. المقاييس دي في مقاييس عالميه جديده كتير، كنا عاملين دوره السنه اللي فاتت مع دكاتره التربيه الرياضيه في العراق، وكان في مصر مع الكابتن كم دكاتره كده، وشرحوا فيه مقاييس كتير للقياس قوه الضربه والعضله والحاجات دي. بس انت كمدرب عشان تقعد بقى الحاجات دي مش موجوده في السوق، يعني اللي هو انتشار اللي هو السهل يعني زي القلزات والحاجات دي، فبتبقى الامر عايزه بحث شويه وتطوير وبتاع. بس اعتقد ده كله دراسات يعني مش هتفيدك في حاجه. يعني ممكن عملي تعمل اي اختراع تشوف بيه قوه الضربه، زي ما قلنا السندباك لو شوف تحركه 50 سم خليه يتمرن لحد ما يتحركه يبقى 100 سم 200 وهكذا. مهم. طيب نرجع. خلينا بقى نسيب الحاجات ديت مثلا تمام. ونرجع نتكلم في الدوره حاضر. عشان عشان نكملها. طيب هناخد النص بسم الله تسجيل الرحمن شغال يا الرحيم. كوتش. افصل واعمل طيب. فيديو جديد. افصل واعمل فيديو جديد. تمام. مفيش مشكلة. محاضرة التكنيكات الفنية، مجموعة الحركات مع بعضها بيسمى تكنيك فني. طيب أسس التكنيكات الفنية، يعني احنا بناخد في المحاضرات ديت مش حاجة زي مثلا مدرب يقول لك خد التكنيك ده اضرب ايد وبعدين ايد التاني وبعدين رجل، ده تكنيك. لا، انا هعلمك أسس التكنيكات بحيث انت اللي تحط تكنيكات وتخترع تكنيكات وتألف تكنيكات
وتبقى بس عندك الاساس بتاع التكنيكات الفنيه ايه. طيب التكنيكات الفنيه اسس بتاعتها عباره عن ايه؟ تكنيك يعني كومبو، اسمه كومبو بالانجليزي. تكنيك او مجموعه، يعني مجموعه ضربات مع بعضها. التكنيك هنقول عليه تكنيك خلاص. تكنيك هو عباره عن مجموعات من الحركات. طيب بيبدا من ايه؟ من ضربه واحده الى 5 ضربات ماكسيمم. في طبعا واحد يقول لي في 6، يا عم في 6 و7 و10، بس احنا بنتكلم في الواقع، في اللي بيتفعل في الواقع. في الهواة كلما زادت الحركات في المجموعة، زي 4 حركات، 5 حركات في التكنيك، ده يكون أفضل في الهواة. في الاحتراف العكس، كلما قلت الضربة في الاحتراف كلما بقت مفيدة جدا في الاحتراف. طيب يبقى كده عندنا في فرق بين مجموعة الحركات، إيه، سواء فيها حركات كتير للهواة أو حركات قليلة للاحتراف. يبقى أنت عرفت كده الاحتراف بيستخدم أي حركات القليلة، يعني ضربة واحدة، 2، ماكسيموم 3. في الهواة ابدأ من 3 4 5 حركات في المجموعة في التكنيك الواحد. طيب يبقى أنت كده عرفت التكنيكات الأفضل ليها استخدام في الهواة والاحتراف. طيب هنتكلم على ليه التكنيكات بتبقى مجموعة حركات قليلة في الاحتراف. لأنها بتستخدم العضل، والعضل بتاعك كلما قللت الضربات كل ما كانت الضربات مركزة. لأن لو ضربت كتير معناها هتسرع الضربة، معناها مش هيبقى في تركيز، تركيز في العضلة عشان تلعب. وكمان في الاحتراف مختلف شوية، لأن انت اللي بتلعبه ده واقف لك، مش زي الهواء تضربه يروح ويرجع، يبقى انت محتاج تضرب كتير. ولكن في الاحتراف بتضرب الضربة واحدة بيقابلك بواحدة تانية، فبتبقى فيه قوة دفع واستخدام العضلة كتير، ومفيش فرصة تضرب كتير، لأن لو ضربت كتير هو بيركز في ضربة واحدة بينزلك. طيب يبقى احنا كده عرفنا في أهداف الحركة في الهواء وفي الاحتراف. الحركة أسس بتاعتها حسب المسافة. لو المسافة بتاعته بتاع اللاعب بينه وبينك طويلة، يبقى بتبدأ بضربات الرجل. طب لو المسافة الخصم قريب منك يبقى اشتغل على الإيد. ده في الهواء وفي الاحتراف. يعني ما يجيش مثلا مدرب يقول لي المجموعة 1 2 3، تقول له طب أنا ممكن أغير دي كده، يقول لك غير عادي. وما قالكش الأسباب بتاع تبدأ بمجموعة بإيد ولا برجل ليه؟ لازم يكون عندك أسس. طب إيه هي ضربات الرجل؟ أي ضرب أنت حط بقى كل ضربة رجل أنت وزنها. يعني مثلا الرجل الأمامية، وفي رجل اللي هي الراوند. ال- الضربات، في مجموعة ضربات مهمة جدا في الاحتراف وتستخدم، وفي ضربات في الهواء مهمة جدا وتستخدم. الضربات اللي بتنضرب من ثبات بيحطها في الاحتراف. يعني يجي واحد مثلا يعمل خلفية طايرة، خلفية طايرة دي يعني هتضرب الضربة، هتاخد مثلا ضربة بتاخد ثانية. في نص ثانية وانت بتلف ممكن بيكون داخل ضربة يوقعك، لأنك انت أي ضربة هوائية معناها إن انت بقيت في الهواء في خلال جزء من الثانية. في جزء من الثانية ده لو زقك هتقع لأنك انت في الهواء. وبالتالي خطورة الضربات اللي بتلعب هوائي ما تنفعش في الاحتراف. عشان كده تلاقي كل لعيبة الاحتراف ما بيلعبوش هوائيات، لأن هوائي ده معناه إن هو بينط وينزل. في النطة والنزلة دي جزء من الثانية، ممكن في الجزء ده يكون بيضرب طالع معاك ضربة يقوم نطرك ومطيرك. طب ثانيا ليه في الاحتراف ما بيستخدمش ضربات الهوائية والجنبات؟ لأن أي جنب بيطلع على الأرض معناه أنت سبت الجاذبية، وما دام سبت الجاذبيه قوتك قلت وثباتك راح، كل حاجه، فبيبقى عندك في مشكله، فما ما بتنفعش. طيب ليه نثبت على الارض
قال لك علشان لما تنضرب ضربه يبقى جسمك ثابت، علشان لما تنضرب ضربه تشوف العكس بتاعها وتلعب تفكر. اما لو بتعمل جامب عمرك ما هتفكر وانت في الجامب، مستحيل. في الهواء تنفع اعمل جامب واعمل اللي انت عايزه وطير. طب يبقى انت كده لما بتيجي ما تيجي لاعب محترف تمرنه، الغي له اي ضربات هوائيه خالص، الغيها له في الاحتراف. في الهواء خليه يعمل هوايات ويطير زي ما هو عايز. طيب يبقى المسافه انت ممكن تعمل، هنقول اول مجموعه بضربه واحده. الضربه الواحده دي ليها انواع. في نوع اللي انا هلعب مثلا ضربه واحده ايد مثلا كروس. في ممكن تشكل الضربه الواحده دي بكذا طريقه. اللي انا العب الضربه كروس دي باليمين وارجع مثلا. في فكر تاني يقول لك ايه، طب انا ممكن اهوش بالشمال لكن هضرب اقوم داخل باليمين. هو استخدم اليمين كوسيله خداع، يبقى هي تعتبر مجموعه واحده. طيب المجموعه اللي بضربه الواحده بتعتمد بشكل اساسي لما يكون الخصم قريب منك، او هتضربها وتخش تحضن عليه. لان لو ضربت ضربه الواحده ووقفت هو هيضربك اتنين تلاته هيوقعك. فقواعد الضربه الواحده دي بتضربها وانت داخل جواه او داخل من مسافه قريبه، ما تلعبهاش من بعيد. نفس القصه، الضربه الواحده ما ينفعش برجل واحده. يعني انا بشوف لعيبه كتير جدا تيجي يقول ما هعمل لك ازاي تثبيته وهي دي شكرا وقوم واقف. يا عم ما فيش حاجه اسمها ضربه من بعيد برجل واحده، دي قاعده. ما فيش من بعيد ضربه بايد واحده. عايز تلعب مجموعه بايد واحده يبقى من قريب بس، لان بعدها تحضين، بعدها تكتم ضرباته، بعديها ما تدلوش فرصه، يبقى لازم من قريب. اما تيجي مثلا الاقي معلم يقول لك ايه، اضرب رجل اماميه ودي مجموعه. لا يا عم ما ينفعش مجموعه من بعيد، دي قاعده. طيب نيجي على المجموعه الثانيه اللي هي فيها حركتين. المجموعه من حركتين معروف ان الحركه الاولى والثانيه، معروف ان الحركه اللي هتنهي بيها لازم تكون المسافه قريبه. لانك انت لو بتلعب الحركه الاولى مثلا جاب والثانيه كروس وسبت المسافة خلصت المجموعة، طب ما هيرد عليك. يبقى انت لازم تعمل لي المسافة اللي الحركة الأخيرة بتاعت المجموعة، سواء في مجموعة فيها حركة واحدة، سواء مجموعة فيها حركتين، سواء مجموعة فيها 3 حركات، سواء مجموعة فيها 4 حركات، سواء مجموعة فيها 5 حركات. الحركة الأخيرة في كل مجموعة لازم تنهيها بقرب من الخصم عشان ما تدلوش فرصة يرد عليك في مجموعات تانية. يديش. لان لو يعني مثلا الاقي المدربين يعمل ازاي، يضرب مثلا يقول لك جاب كروس وبعدين رجل. طب ما رجل ديت لعبتها من بعيد، انت كده اديته فرصه اللي هو بعد ما تضرب من بعيد وتقف، ما اديته فرصه يخش عليك، اديته مساحه. ده غلط. هو مش غلط، هو في الهواء ممكن يستخدموها، ولكن في الاحتراف انهي اي مجموعه بتكون قريب من الخصم. طب ايه الضربات اللي تبقى قريب من الخصم وتنهي بيها المجموعه؟ اللي هي ضربات الايد، الركبه، الكوع، دي اللي تنهي بيها المجموعه. الهجوم بتاعتك، مجموعه الهجوم بتاعتك لابد ان تكون مجموعه تنتهي بضربه بمسافتها قصيره عشان ما تدلوش مساحه اللي هو يهجم عليك. يعني مثلا لما الاقي ما حد تقول لك ايه انا هلعب، العب يا ولد شمال يمين ورجل. طب انت نهيتها رجل، معنى كده ان في مساحه فاضيه، معنى كده لما يهجم عليك هيأذيك، معنى كده اديته مساحه يهجم عليك براحته بمزاجه. ده غلط طبعا، ده غير صحيح. هو ممكن يكون صحيح، تلعب رجل وتجري، تلعب رجل وتجري، فدي اديته فطبعا دي في طريقه الهواء. طب في الاحتراف يفضل. هو طبعا
ممكن حد يستخدمها بستايل تاني ويجيب نتيجة، بس يفضل أفضل. أنت فكر معايا كده، هل نهاية الضربة لما تكون بالرجل وتديله مساحة عشان يرد عليك، ولا تنهيها بإيد وتبقى قريب منه وتبقى مع إيه قفلت له كتمت له ضرباته لما يجي يعمل أتاك عليك ويرد الضربات؟ طبعا الإيد، وتبقى قريب منه وتبقى أنت مأمن نفسك من تبقاش من بعيد، ولما تلعب رجل فاتح وتستناه يخش عليك يهجم في وشك. طبعا انت فكر في القصه دي من اسس وقواعد تدريبات الاحتراف والهواء في كل المجموعات. يعني انا بتكلم على الاسس. يعني انت ما تجيش مثلا واحد يقول لي ايه، والله طب الايد اعملها ايه يا سيدي، اي ايد يعني ان اهدم خلص بمستقيمه بهوك بأبر. انا بديك اسس وانت شغل دماغك في التفاصيل، لان لو اديتك تفاصيل هتنسى العام. لا، انا اديك العام وانت شغل دماغك في التفاصيل هتبتكر وتطور كتير. يجي مثلا مفيش حاجه اسمها قواعد في المجموعات، في اسس ولكن مفيش حاجه اسمها قاعده. يعني مفيش واحد يقول لك مثلا، يعني انا كنت زمان عملت حاجه اسمها مجموعات، مجموعه اولى، ما كانش في مسميات، فانا قعدت مسميتها مع نفسي، قلت دي المجموعه الاولى ودي المجموعه الثانيه ودي المجموعه الثالثه. طب ايه يا عم حددتهم بناء على ايه؟ قلت لهم والله على نظام الاتجاه. يعني مثلا المجموعه الاولى واقف اهو، اللي انا رجل مستقيمه مفروده، ايد مستقيمه، رجل مفروده، في اتجاهات، يعني الضربات كلها متجهه لقدام، اماميات. واحد اثنين ثلاثه صح. طيب المجموعه الثانيه اتجاه جانبي، يبقى انا هلعب رجل جانبي واحد وهوك اثنين ثلاثه هوك وارجع، ضربات كلها جانبيه. طيب وهكذا. فدي كانت المجموعات اللي كنا بنشتغل عليها عشان تسهل. طيب انا هبعت لك مجموعات طبعا كتير جدا وهتشوفها. بس في انت ممكن تقسم مجموعات الهجوم بتاعتك على اسس اتجاهات بتاعتك. يعني مثلا احنا قلنا في اللاعب هيخش لك هتضرب، المفروض تهجم على حسب بدايه الهجوم بتاعتك، على حسب المسافه. لو هو بعيد هتلعب له رجل الاول، لو هو قريب هتبدا بيه ايد الاول في الهجمه بتاعتك. طيب غير المسافه في الاتجاهات، اللاعب لو سريع ما تلعبش اتجاهات، ما تلعبش جانبي خالص، الغيها. يعني اللاعب لو سريع عليك، سريع للامام، يعني بيهجم مستقيم عليك، ده تلعب له على طول فرونتات، مستقيمات وفرونتات، اماميات، كل ضربات اماميه. يعني ايه ضربات اماميه؟ يعني ايد مستقيمه بابا وفرونت كده ورجل كده. اماميه. لا غلط. طيب يبقى اي لاعب بيجي لك بيهجم مستقيم عليك ده تلعبه اماميات. طب لاعب بيلف يمين شمال ده تلعب عليه جانبيات على طول، ده اللي بيتحرك يمين شمال يبقى تلعب له بالظبط. هوكات وجانبيات، رجل جانبي ورجل راوند هاوس كيك. طيب لاعب بيجي يحضر عليك كل شويه، يبقى هتلعب له، ممكن تبدا بمستقيمه عشان تدخل من الاول، لو هو هيقرب عليك تبدا له ابر كات ابر كات، يبقى تلعب من مسافات قريبه جدا حسب الخصم اللي قدامك. يعني مثلا فانت بتبدا تحدد اتجاهات الضربات على حسب نوع سرعه اللاعب، وعلى حسب اتجاهات اللاعب. اللاعب اتجاهاته اماميه يبقى تلعب له ضربات اماميه، اللاعب بيتحرك على الجوانب دي يلعب له هوكات على طول وضربات جانبيه. طب لاعب بطيء ده بقى حسب، تتعامل معاه حسب قوتك. انت لو انت قوي العب معاه بطيء برضه، او اعلى من الثبات. لو انت هو اقوى منك يبقى زود سرعاتك شويه، ولكن ده يعتمد على هل هتعمل سرعات، هل عندك لياقه بدنيه عاليه، هل نفسك قوي يستحمل تعمل سرعات كتير، وحسب امكانيات اللاعب. يعني ما يجيش مثلا لاعب عندك نفسه ضعيف وتقول له اجري واتحرك واعمل هزاز، هو مش هيكمل اساسا كده، جوله اقول له تلاقيه ضاع منك. فالنفس بايظ وضايع، عوده على الوقوف، خليه عشان يحافظ على النفس بتاعه مثلا.
طيب نيجي عند الضربة الأولى، بتبقى حسب المجموعة الأولى، المجموعة اللي فيها حركة واحدة، ده يعني هيلعب إيد أو رجل أو ركبة. المسافة لو متر هيلعب يبدأ برجل. المسافة لو نص متر إيد. أقل من نص متر يبدأ بركبة. الصوت يا كابتن برافو عليك. وليد عندك السولة شكرا بتاعتك. جدا. الصوت يا كابتن مؤاخذة يا كوتش. ولا يهمك. تيجي على المجموعة التانية اللي فيها حركتين، سواء حركتين انت عندك بقى شكل زي ما انت عايز، ايد وايد، رجل رجل، ايد ورجل، رجل وايد، صح؟ او ركبة وايد، كوع وركبة. يعني خد عندك كل حاجة، بتعتمد على المسافة برضه وعلى الاتجاهات. يبقى انت عندك حاجتين اساسيتين لازم تعتمد عليهم: الاتجاه، هل اللاعب بيجي عليك مستقيم ولا بيمشي على الجناب. وقلنا لو بيجي مستقيم بتلعب له مستقيمات. طب لو بيتحرك على الجناب هتلعب اوكي ضربات جانبيه. طيب يبقى انت هتعتمد على المجموعه الثانيه اللي فيها حركتين. اللاعب اللاعيبه الاحتراف بيعتمدوا على يعني ستايل اللاعب الاحتراف اللي هو بيلعب من مسافه قريبه. طب تيجي مثلا تلاقي في ماتشات في مصر اللاعب بيلعب من بعيد، وده احتراف. لا انت ما تسموش احتراف، الغيه. اعرف ان هم على طول ما دام بيلعبوا من بعيد يبقى مش محترفين، تلغى على طول. طب يعني كده معناه ان في من اهم اسس قواعد الاحتراف اللي بتلعب من مسافه قريبه. مفيش حاجه اسمها اللاعب يضرب ويرجع لورا. اللاعب ساب مسافه بعيده، اعرف ان ده مش احتراف، ده مش محترف، ده لسه هواه. الهواه بيعتمد على المسافات الطويله، في مسافه بينه وبين زميله. طب لما يجي اللاعب من هواه الاحتراف وبيلعب بنفس الستايل يبقى ما ينفعش. طيب في الاحتراف بيلعبوا المسافات قريبه جدا، في الهواه بيلعبوا المسافات بعيده. طيب في الاحتراف بيبدأ رجل لما تكون مسافة بينه وبين الخصم بعيدة. طب في الاحتراف في الهواة بيبدأ عادة أغلب الهواة بيلعبوا بالرجل الأول عشان مسافة بعيدة على طول، وينهوا بالرجل الأول عشان مسافة بعيدة في كل اللعب. طيب في الاحتراف عندك اعتماد، اعمل لي اعتماد كده 75% على الإيد. المسافات ضيقة وعلى الركبة. الضربات اللي هي القصيرة بيعتمد على الضربات القصيرة كتير جدا، لأن كل لما معلش يا فتح كوتش، في المسافة. الاحتراف بيعتمد على المسافات القريبة، ضربات الإيد أكتر. اه طبعا، حط ضربات الايد اه. مثلا 75% كمستوى كنسبه. ده عشان يعني الكوتش مثلا ان في الاحتراف الاحتراف بيعتمد على على الطريقه الهولنديه، صح كده؟ هولندي. اه ما هي دي اقوى حاجه يعني. حتى بدأ الدول التانية. انت شوف ماتشات بكاو مثلا، شوف ضربات ايده هتلاقيها تعبانه خالص. عمره ما ضرب ضربه ايد بيبقى قاضيه، كله رجل. طيب حتى اعتماد، خلي انت عايز تلاقي طلع لاعب محترف، اعتمادك على تعليمه في الضربات اقل حاجه 75% ايد و25% رجل. ده لو انت هتمرن واحد لاعب محترف. طيب اللاعب جاي لك هواه وضربات رجله اساسا سريعه وكويسه وعاليه، الغي له رجله، علمه ايد بس. ممكن تقعد يعني. انا مثلا كنت اجي لي ولد رجله كويسه وكل حاجه كويسه، ايده اصلا مش حاجه. الرجل دي عايز اقول لك ايه، الايد احسن واسهل من الرجل 50 مره. الايد يعني انا كل اللعيبه اللي كانوا بيقولوا زمان مثلا من الكونغ فو يجي ما بيعرفش يلعب ضربه ايد صح، مش صح اللي هي مظبوطه في الشكل يعني مثلا كده مظبوطه وبتاع، لا انا اقصد صح يعني الضربه بيجي يزق ويضرب يزق بيها وما يرجعهاش. دي الضربه الصح. فبتيجي انت بتعلمه الضربه الصح بتاعت الايد. يعني مثلا جالك لاعب اهوت بتمرن لاعب، او عندك لعيبه بتمرنوا من زمان، واللعيبه دولت انت طول عمرك بتمرنهم رجل.
الغي له تعليم الرجل، ما تعلموش رجل. تعالى كده يا ابني العب الايد بس، وتبدا تحسن ضربه الايد دي اللي هتاخد معاك شهر 2 3 مش مشكله. يعني في مثلا مين، عبد السلام البطران في امريكا دلوقتي، جه معايا شيلي مره، وجه قعدت انا عشان احوله من الكونغ فو، كان واخد بطولات جمهوريه كتير كل سنه، اول جمهوريه ودخل منتخب وخد 5 عالم في بطوله الكونغ فو. قعدت سنه فتره طول عشان اعلمه ضربه الايد يعدلها الاحتراف، ما عرفتش. حاولت بس خدت وقت. واقصد ايه، الغي لي موضوع الرجل، ستك الرجل كده انت عايز تحسن الحاجه الغلط اللي انت تأسس عليها اللي هو الايد. الايد مفيش حد في مصر بيمرن الايد بزقه او بدفعه، او الايد ويزق وما يرجعهاش. طب المفروض الضربه تكون عامله ازاي؟ هقول لك بالظبط، لان دي الاساس ودي الاهم. بعد ما بضرب ضربه الايد ما تخلوش يرجعها، قول له زق. هيقول لك ما انا خلاص وصلت للجسم، قول له خلاص زق بقى كمل. وبعد ما يضرب ويزق يوقفها شويه، ما ترجع، يعني ما يضربش كده ويزق ويرجع، لا، الصح اضرب وازق واثبت، علشان بعد كده بالتمرين الكتير بنفس الستايل ده لما هيضرب الضربه الواحده هيزق الولد، الواد هيطلع مندفع معاه. حب الواد اللي بيدافع عنده 2 اوبشن، 2 اوبشن بس. ايه هم ال2 اوبشنز دولت؟ الاوبشن الاولاني اما ياخد الضربه وهيرجع لورا، كده فتح لي مسافه اللي انا اضرب تاني، او تمام يا كوتش، اتفضل. اوكي. الضربه ضربه الايد، طبعا انا بتكلم في الموضوع ده كتير جدا، لان المدربين حتى اللي معايا اللي كانوا بيحضروا لحد دلوقتي بياخدوا فتره طويله وما بيوصلوهاش، اللي هي ضربه الايد اللي هي بتاع الاحتراف، اللي هي آه، استخدام قوه العضله 100%. عن طريق، بص كده، في التدريب طبعا الامر مختلف عن الماتش. يعني مثلا ممكن يجي لك لاعب يقول لك ايه، يا كابتن انا هضرب وازق واستنى ولا هيديني فرصه. لا، انت مش احنا ما بنتكلمش على الماتش. انت في التدريب مختلف عن الماتش. يعني الضربه في الماتش هتكون وصلت لمستوى في الماتش بس، ولكن في التدريب ما تمرنهوش على ضربه الماتش. انت بتعمله تاسيس في قوه الضربه واستخدامها بنسبه 100%، لتصل الى استخدامها 100%. طيب، هو الواد دلوقتي بيجي لك بيعمل حركه وتلاقيه مقياس قوه الحركه وصلت مثلا ل 40%. هل همرنه على نفس المستوى ولا ازود له القوه بتاعته اللي اوصله 100%؟ هوصله لحد 100%. دي بيسموها مرحله التاسيس. عشان توصله اللي هو يعرف يستخدم العضله بتاعت دراعه مثلا 100%، عايز لها تدريب. فلما يجي لك مثلا في التدريب، كابتن انا هضرب واستنى وبتاع وهيستناني كل ده مش هضربني، قول له يا ابني مالكش دخل بالكلام ده. انا بعمل انت تاسس تضرب الضربه صحيحه باستخدام قوه العضله 100%. اما تاثيرها وقوتها دلوقتي مش في دماغي، احنا بناسس. زي انت مثلا لما تيجي تعمل مثلا ايه، تشيل شكاره رز مثلا على ظهرك 100 كيلو، هتقول يا عم ده تعبان ومش حاضر وبتاع. لا، انت بعد ما تتمرن 20 50 مره 100 مره وتشكل رز كتير، هتيجي بعد كده تحطها بايدك كده وتشيلها وتنطرها بايدك، خلاص العضله بتاعتك اتعودت على حمل هذا التقل كله. طيب، بس بعد كده لما تزقها في اول مره تاخد معاك ثانيتين، مره واثنين وثلاثه بقت تاخد معاك ثانيه، بعد كده توصل ممكن تعمل 5 في ثانيه واحده. فمع التدريبات، فعشان كده يعني مثلا كنت اجي امرن واحد اقول له تعالى امرنك ايه، اضرب الضربه وزق وزق فيها وغيب فيها شويه 3 ثواني ولا حاجه، يقول لك يا كابتن وانا ده كده هستناه، انا هيستناني لما اعمل كل ده وهيسكت؟ ده هيضربني 20 ضربه. اقول له ما يضرب، انا مش في دماغي، انا عايز اعودك. بدل ما تعرف تستخدم العضله اللي بتستخدمها دلوقتي بنسبه 50 في 20%، عايز اخليك تستخدمها 100%. يبقى تعمل التدريب الصح، نقدر نخلي دماغك وتفكيرك يقدر يتحول من استخدام العضلة 20% أو عدم استخدامها، نخليه يستخدمها 100%. وبعد ما يستخدمها 100%،
يبقى بدل بقى يزق اهو تستخدمها والعضله استخدمت وبقت شدت وعملت بتاع وتشد، كده خدت معاه مثلا وليكن 5 ثواني. مع التدريب بعد فتره هتبقى 4 ثواني، مع التدريب 3 ثواني، وبنفس استخدام قوه العضله لحد ما تلاقيها وصلت لنفس السرعه الاولانيه بدون استخدام العضله. يبقى انت كده استخدمت العضله، نعود العضله على الزق بقى كده كتير. طيب، معنى كده ما تفكرش في حاجة اسمها السرعة ده بطيئة. احنا بنتمرن على استخدام العضلة، ملناش دخل. يعني يوصل لاستخدام القوة 100%، ماليش دخل خالص دلوقتي بالسرعة، الغي لي السرعة. عشان كده بقول لك ما تفكرش في سرعة خالص بطيئة. ما تفكرش في الغي السرعة من دماغك، الغي السرعة من دماغك. لأن الفرق بين اللاعب الهواء والاحتراف اللي هو بيضرب الضربة من غير زق، فبيضرب وبيرجع، ما بيستخدمش العضلة. طب أنت عايز تخليه يستخدم العضلة، بدل ما كانت العضلة بتضرب ما بتلحقش تستخدم العضلة، بقت الاستخدام العضلة نقول 10%، وده نسبة كبيرة كمان. طب عايزين نخليه يستخدم العضلة دي كلها، وعضلة الكتف وعضلة الظهر وعضلة الباي وعضلة البتاع والريست، وكل العضلات دي تستخدم في قوة دفع الضربة. يبقى تعمل له بالراحه على البطيء. عشان كده بقول لك اعتمد على طريقه سوزانا، اللعب اللي هو الضرب اللي هو البطيء جدا في التعليم. لان الدماغ الفكر بتاعك عمره ما هيقدر يتحكم في العضله ويديلها امر، وانت بتديله امر بسرعه. زي مثلا انت معاك موبايل اهوت وتقول له ايه اعمله بسرعه، يتخنق منك، يقول لك يا عم انت هتعرفني، هو انا اديني واحده واحده، اديني امر امر عشان اعرف اشتغل معاك. امال لما تيجي مثلا تديله 50 امر مره واحده، السرعه معناها مفيش تفكير. طب طب ما نعمل نتعلم يفكر ويدي امر على البطيء، وبعد كده نزود السرعه ويوصل اسرع من الاولانيه كمان، مع استخدام القوه العضليه بتاعته. طيب، هل هل ده صعب؟ هل الناس اللي قاعد معانا كلهم عرفوا يعني ايه الفرق بين ان انا استخدم؟ لان كل الناس بتوع مصر عامه بيستخدموا السرعه قبل القوه، او ما يعرفش يستخدم القوه يعني ايه. زي مثلا أنا لما تيجي مثلا ايه، مش هقول لك تيجي ازاي. لو انت مثلا رحت تلعب جيم اول مره، تلاقي المدرب يقول لك تعالى عايز تكبر العضله، العب بالراحه. معناها ايه؟ معناها ان عشان تكبر العضله لازم تضخ فيها دم كتير، وعشان تضخ دم كتير لازم دماغك يدي امر للدم اللي في جسمك، روح يا دم في الباي بتاعك عشان وتلعب بالراحه، فتقدر تجمع الدم. بالراحه دي تاخد معاك مثلا مره واتنين، تبدا تجمع الدم وتزود السرعه. يبقى انت هو الاول وبعدها السرعه. يبقى استخدام العضله الاول وبعدها السرعه، استخدام تجميع الدم اللي من الجسم تحطه في العضله، وبعدين تسرع الايه، تلعب بالبراء بنفس يعني معناها اللي انا هشيل مثلا 100 كيلو، هتلاقي 100 كيلو صعب عليا، تقيل قوي، بس استخدم العضله. طب بعد كده تعمل مره كمان، مره يوم يومين، تلاقي بدل 100 كيلو بدل ما كانوا بياخدوا معاك 5 ثواني في تطلع بحركه واحده، ممكن تعمل 5 ضربات في الثانيه بنفس القوه. هو ده اللي انا اقصده، اللي هو استخدام العضله قبل السرعه، وان السرعه تبقى عامل مساعد لدفع القوه. طيب، دي الاساس. يعني انت لو طلعت من المحاضره من الدوره كلها في الحته دي بس وطبقتها صح، دي انت كده برنس رقم واحد. لان ما بلاقيش حد بيستخدمها خالص، حتى اللي بقعد اعلمهم وادربهم مش متفهمينها قوي. طيب، عشان هل احنا يا كوتش كلنا تقريبا طالعين مدرسه كونغ فو. مدرسه كونغ فو ما فيهاش القوه الكبيره على قد ما فيها السرعه فقط لا غير. يعني معظم مظبوط؟ اللي بيلعبوا في ماتش كيك بوكسنج طالعين اساسهم كونغ فو. أي. يعني هي اللعبه الاساسيه كانت عندنا كونغ فو، فكلنا كنا بنلعب سرعه بدون باور. احنا عايزين سرعه، عايزين نكسب ماتش، عايزين نحقق نقط، والنقط بتاعت كونغ فو لايت مش باور. فمعظم الناس كانت بتتدرب على السرعه فقط لا غير. اللي بيضربوا على الباور ده بيكون ضعيف، وبعد سن معين يعني بعد ما تلعب في العموم تبتدي تعلي باورك شويه. مفيش باور. انت لو جبت اي مدرب وقلت له باور يعني هو ما يعرفش. لو جبت اي هو فعلا مدرب احنا في ما كانش مصر حد وقلت فعلا له ما تعالى كناش كده، بنتمرن باور على قد كده. هم؟ ما كناش فعلا بنتمرن باور، يعني ما كانش في باور اصلا في تدريباتنا. ما هم مفكرين باور يعني نضرب جامد.
يا عم ده مش باور، باور ايه؟ مهم. ما هي دي المشكله اللي هو الباور. بس الباور زي ما انا شرحت لك كده، هو استخدام العضله قبل السرعه. مهم. تمام. العضله بتاعتك ديت، ولا بص كده، العضله ده، العضله دي قوه استخدامها، نسبه استخدامها في الضربه اللي هي السرعات، نقول 1 2 5%، 10% ماكسيمم. طب يعني كده العضله يعني العضله اللي انت تزق الحاجه تدفعها. اما لو ضربت زي بتاع مهم. الكاراتيه تضرب وترجع، مفيش استخدام للعضله. مهم. العضله اللي تدفع بيها، تزق بيها، يعني ايدك تحط على وش الجسم كده، مش تخش تخترق جوه الجسم. فلازم الضربه لما تخش في الجسم اهوت، تخش جوه تاذي الاجهزه الداخليه اللي جوه. الضربه ياخدها تاذيه من جوه، فعشان تاذيه من جوه لازم ايدك تخش تخترق من جوه. فانت لما اللاعب هيبقى لما يقف قدامك وانت بتضربه، وهو ثابت وعامل نفسه قوي جامد، وانت اتدربت على ضربات قوة العضلة، ايدك هتخترق جسمه من جوه، هتأذيه، هتلاقيه نازل قاضي مش هيكمل. او عنده حل تاني، اللي هو ينضرب الضربة ويرجع لورا يسحبها منك، فبس هيبعد بعيد. فده طبعا فتح لك مسافة تضرب تاني، وعمره ما هيبقى يحتك بيك تاني، وهيحس ان انت قوي جدا وضرباتك قوية. عملتها انا من شهرين، بنت كانت بتتمرن معايا هنا، مرنتها بس على ستايل الاحتراف، مرنت تقريبا مهم. شهر، دخلت. هي اتغلبت، انا حتى قلت لها اتغلبي ما تغلبيش ماليش داخل، اللاعيبه التانيه تضرب بسرعه، قلت لها ما مش مشكله، اهم حاجه اعمل اللي انا قلت لك عليه. دخلت، ضربت البنت، الضربه اللي توصل لها البنت التانيه كانت تقع. ما انا لسه جديده واتمرنت شهر بس، ولكن هي ايوه. اتغلبت عشان التانيه ضربت ضرب كتير، وما مهم. ما اثرتش فيها الضربات، ولكن هي كانت تضرب الضربه ايوه. كانت تأذي اللي قدامها. فدي اللي انا اقصده. ما تفكرش في تعلم الاحتراف. حد. ده في يعني اللي هو مم. يضرب بسرعه ويضرب كتير ملوش اي لازمه. اضرب الضربه، القوه العضليه تستخدمها 100%. امال تلاقي الواحد عنده عضل قد كده اهو وينضرب، او ضربته ما تاثرش على اللي قدامه، لانه ما بيستخدمش العضل بتاعه. مهم. دي المشكله، ما بتستخدمش العضل مم. بتاعه. العضل يستخدم عن طريق ان انت تبدا تركز، يعني اهو دماغك يدي اوامر للعضله، ويدي يجمع الدم اللي في الجسم يروح في العضله، وبالتالي ضخ ضربه كده حلو، الضربه العضله جاهزه مهم. اهي، واليد بقت جاهزه. خش بقى المرحله الثانيه، العضله تدفع ايدك، العضله تخش بقى تزق كده. امال تلاقي الناس يخش العضله يضرب يقول له رجع ايدك عشان تضرب تاني. طب ما انت لما ضربت ورجعت، انت ضربت القشره الخارجيه من الجسم، مش هتاثر عليه. ثانيا، ايوه. اما تضرب وترجع، اللي انت هو واقف زي ما هو، ما عملتلوش حاجه، هو ما حاسش بقوه الضربه. ايوه. ما لما تضرب الخصم وتزق وترجع، الخصم لو عامل نفسه بقى ايه، ناصح وبتاعه قوي، هيقوم ثابت مكانه، انت ايدك هتخترق جوه جسمه، هتلاقي الضربه بقت مؤذيه جدا له. طب ايه، او ياخد الضربه ويحس بله عدم مقاومه معاك، يقوم راجع، كده مش هيعرف يقرب منك تاني، هيقول لك ضربته قويه جدا. طيب، دي طبعا استخدام الضربه، وانا يهمني يعني أنا ممكن بتكلم نص ساعة في الحتة دي أو ساعة، مش المهم تطلع متأسس في حاجة اللي أهم حاجة مش موجودة في كل المدربين، ما بيعملوهاش، اللي هو الضرب باستخدام العضلة 100%. لأن كل المدربين لو جيت قلت له استخدم العضلة في الضربة، مش هيعرف يعني إيه استخدام العضلة في الضربة، ومش هيعرف يعني إيه قوة الضربة تكون قبل السرعة وليست بعد السرعة. لأنك أنت لو سرعت الضربة عمرك ما تستخدم العضلة، لأن سرعتها عمر الدماغ ما هياخد اوردر، لان انت عملت ضربه اسرع من الدماغ، فعشان يجي يدي اوردر للعضله وتستخدم مش هتلحق. ولكن اذا عملت استخدمت العضله الاول ببطء وبالراحه، وتشغل دماغك، ياخد ايه، ياخد وقته، وبعد كده تسرع شويه، يبقى انت ماشي دماغك الاوردر يدي اوردر للعضله استخدامها، ودي ماشيين مع بعض، وبعد كده تسرع، وبعد كده تلاقي نفسك كده بالضرب ما يرجعش. طيب، هنيجي دلوقتي هقول لك على نظم التدريب للاحتراف. لو يقف يلعب مش على السندباك، هيلعب لوحده على الارض، هيعمل ازاي؟ هقول لك اهو.
بص عليا كده. واقف اهو. مفيش حاجه اسمها بقى ان انا واقف اتحرك كده وهزاز واروح واجي واروح يمين واروح شمال واطلع قدام، لا الغي ده خالص. هتلاعب بلاد احتراف واقف هو ثابت. بص عليا كده. كل ضربه منفصله عن الجسم. يعني اضرب ايد، بص كده. امال بتيجي تلاقي اللاعب يضرب ويحرك جسمه كله، لا الغي تحريك الجسم ده. والغي قوه الدفع اللي هم بيقول لك عليها سواء في الملاكمه او في أي لعبه تانيه، لان دي حاجه تانيه. امال المفروض اللاعب يبقى عامل زي الانسان آلي. دي معناه اللي هو فصل كل ضربة عن التانية، وبالتالي يقدر عنده قوة تحكم في كل ضربة عن التانية. لأن لو ركزت جسمك كله في ضربة واحدة، معنى كده عشان تنقل من الضربة للتانية الضربة التانية هتكون ضعيفة. ولكن خلي جسمك ثابت، راسك ثابتة، صدرك ثابت، وتبقى عامل زي الإنسان الآلي. بص كده. يعني إنسان آلي بالظبط. هو ده التدريب الصحيح للاعيبة الاحتراف. واقف أهو. أهم حاجة السير راسه دي ما تتحركش كده. ده التدريب الصحيح للاعب الاحتراف. ما تخليهوش، لان لو لعب ايده وهز راسه كده مش هيعرف يركز ازاي. وجبناه في مثال بتاع التوازن. انا شحرت. التوازن لو جبنا لك كم مثال على النقطه دي. لو جبت مثلا دي ابره خيط اهيت وعايز تدخلها في الابره خيط وعايز تدخله في الابره. لو راسك بتتهز عمرك ما هتعرف تدخل الخيط في الابره، مستحيل. المره تدخل الخيط في الابره ازاي؟ يعني تبقى الدقه واصله جامده ان انت تقوم راسك ثابته وتدخل كده، هتشوف وتعرف تركز توصل الضربه بقوه. وتركيز معناها استخدام القوه 100%. عدم تركيز تشتت الضرب القوه بتاعتك في الجسم. طيب عشان اضرب صح بص كده دماغي عشان افكر واضرب واشوف. عيني مفتحه واضرب شوف. راس ثابته. طب راسه لو اتحركت كده بقى في اضرار كتيره جدا. هتلاقي ضربه جايه عشوائيه للي هيضرب قدامك عشوائي. مفيش تركيز، مش تبقى شايف. تجميعك لقوة الضربة في كل عضلة من الجسم في كل ايد او رجل مش هيبقى متوزع. هيبقى عشوائي فمش هيدي قوة في الضرب. طيب. اه اللاعب عندك ما بيستجيبش. اللاعب عندك بتقعد تقول له اقف ثابت ما بيثبتش، لا. انت بتقوم داخل مانع كل حاجة وتفضل على الثبات. قول له اقف كده. ابدأ له. عايز تغير اي لاعب من حاجة لحاجة، علمه على البطيء الممل بالراحة خالص. قول له اقف كده ما تعملش حاجة. واقف اهو ما تعملش حاجة. حلو. طيب. يعني ما تخلوش يتحرك ولا يعمل اي ضربة. قول له اقف بس كده اعمل كده. يقول لك اه تمام. اقف ثابت خد نفس بس. ارجع تاني. اقف ثابت. جزء جزء. طب انت عايز تعمل يلعب. ثبت رجلك على الارض. اوكي ثبت رجلك. العب ايه. بطيء. ترجع. بس. يفضل على كده ان شاء الله يقعد يوم يومين ثلاثة اسبوع يتعود على الثبات. يعني عشان تعود واحد على الثبات ياخد وقته. ياخد ان شاء الله اسبوع شهر اتنين، بس انت بتأسس لاعب طول حياته هيبقى قوي. امال لو ما اسستوش وعايز تعمل له كل حاجه بسرعه، مفيش حاجه اسمها بسرعه. بسرعه دي ما بتجيش. بسرعه ده من اكبر اخطاء التدريب اللي هو تعلم حد بسرعه. التعليم الصحيح على البطيء الممل. طيب لاعب تاني زي ما انت بتقول بيلعب بسرعه. اعمل له طريقه سوزانا على البطيء الممل. اقف يا ابني كده ما تعملش حاجه تلاقيه يعمل بسرعه. قول له اثبت يا ابني. اهدى تاني يقف. يعمل حاجه قول له اهدى بس تاني. خد نفس. ابدا ثابت. ما تعملش حاجه يقف ثابت. العب له على البطيء الممل. جاب كروس. فتح عينك. ما تهزش راسك. وارجع تاني ثبت راسك.
امسك كل صغننه تفصيليه صغيره وقفوا عليها، وخد وقتك يوم يومين ثلاثه، لان بعد ما بيتعلموا الاسس ديت مستحيل هيرجع يعمل السرعات او عدم الثبات او الحاجات دي خالص. انت بتاسسه. المحاضره كلها على التاسيس، المحاضره كلها عن التاسيس. التاسيس ده اللي انت تخلق واحد طول عمره هيبقى مقاتل قوي جدا، يعرف يعني ايه الثبات والتأسيس والقوة، استخدام القوة 100%. يعني انت عندك كل اللاعيبة بتوعتنا بيلعبهم عنده قوة خارقة وبيتمرن كتير جدا وبرضه مستواه بيزيدش، وزي ما هو لانه بيتأسس. لان هو مش عارفين يوصلوا اساسا هو مرحلة القوة بتاعته فين. هو قوي كل حاجة، بس بيخش يتغلب لانه ما بيستخدمش القوة بتاعته. طب انت عايز توصل مصدر قوه تقف عليها، وبعد ما يقف عليها تبدا تزود القوه بقى. القوه كانت 5% نعم. نخليها 100%. هي دي المشكله، في المشكله مفيش تاسيس. طب الوقت لو ما مهم. تاسسش ما عمرك ما هتزود القوه بتاعته. فعشان كده تلاقي اللاعب بيلعب مهم. سنه واثنين وعشرة وعشرين سنه بيلعب وزي ما هو قاعد زي ما هو، مفيش مستوى ومحل طول عمره، مفيش احتراف ومفيش اي حاجه، مهم. لانه ما يعرفش يعني ايه يجي يزود القوه. هو هيزود القوه ازاي؟ هو مش متاسس. صح. في بس مداخله بسيطه. احيانا نوقفهم على هذه النقاط كابتن، م. ونكلمهم على اللي هو التأسيس وأهمية التأسيس ما والأساسيات الصح، يعرفش الثبات التأسيس، لا والتوازن استناني، والقوة كذا. هو ما يعرفش أها. التأسيس يعني ايه، هو ملوش دخل. لو أها. جيت للاعب قلت لا لا له لا، اسسها أنا يقول لك يعني أيوه. اسسني انا. هو مهم. عايز ما يعرفش تأسيس. هو أيوه. مهما تكلمه انت مستني، روح انت كلم اي مدرب قول له مهم. هنأسس اللاعب ازاي، ما هو مش عارف. هيقول مهم. لك هعلمه أيوه. ضربات يضرب كده شمال يمين، هو ده التأسيس عنده. صحيح. امال التأسيس اللي هو القواعد اللي احنا قلناها، اسس النظم التدريب اللي هي نعم. التعليم البطيء الممل. يعني مثلا مهم. كنا بروح العب اي لعبه يقول لك اعمل شمال يمين، وبعدين يحسن لك وانا بلعب سريع. فانا عشان اتحسن الضربه وانا بلعب سريع، بدل ما هتاخد لي مثلا ساعتين، ولكن لو اتعلمتها على البطيء هتاخد يعني دقيقه او دقيقتين، 5 دقايق، قول ساعه يا عم، بس هتفضل متعلمه معايا طول العمر. لان نعم. التعليم نعم. البطيء هو ده بيثبت في الدماغ طول العمر، فتأسسته على سيستم واحد. امال لما اعمل لي سريع هاجي لو جه حد غير لي يتغير تاني بسرعه، والتأسيس ومش عارف افهم، يبقى انا ما عودتش دماغي على اللي هو يشتغل، لان اتعلم اللي هو يشغل دماغه مع السرعه، فما فيش تعليم بقى. خدت زي ما انا اجي صحيح. مثلا اعلمك ايه، قول كذا كذا بسرعه وانت تقول كذا كذا بسرعه، واجي بعدها بساعه اقول لك قول كذا، قول اللي انت قلته علمته لك ده، مش هتعرف. الذاكره بتاعتك ما تقدرش تستجيب مع سرعات العناصر اللي هي الاستقباليه بتاعته. امال لو جيت مثلا علمتك حاجه بالراحه على البطيء الممل تثبت في دماغك، لانها بتخش ذاكره طويله الايه، الاجل. اما لو المدى. جيت علمتك السرعات، السرعات دي ذاكره قصيره الاجل بتضيع بعد سرعه، بتروح بسرعه. لما يجي نعم. حتى يعني بس ممكن تلاقي اللاعب بيعمل الضربات بسرعه وتحسن له حاجه بسرعه، ويجي بعد كده تلاقيه بيعمل السرعه برضه ما بيشغلش دماغه، لان دماغه ما يعرفش تشتغل والحاجه سريعه عليه، لازم تعمله على البطيء صحيح. عشان التفكير يبدا ينشط معاه. اتفضل. احيانا كابتن هم السرعه هذه اللي استخدموها، رغم ان احنا يعني نحاول معاهم بالبطء يعني القواعد اللي احنا تعلمناها، لكن يغلبهم للاسف. وهذه النقطه ما اعرف اذا كان في لها علاج ولا لا. يغلبهم طبعا المقاطع اللي لا، انت يشوفوها في اليوتيوب، وقفه. يعني مزعجه مثلا حاول جدا حضرتك، يعني. حاول حضرتك عامل ازاي. مهم. الواد واقف اهو مهم. بيعمل بسرعه تين 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 تين، الوقف مهم. اعمل له واحده بس على البطيء، مهم. وقسمها له بقى بالزمن. قول له هعد من ايوه. 1 ل10، وتبدا تطلع الضربه 1 2 3 4 مهم. 5 6 10 بالفعل. ارجع لي تاني عد مهم. 10 وايدك راجعه. 1 2 3 4 5 6، وبعد كده الغي الكلام وخليه من غير كلام، نعم. يعد في سره. وبعد كده يبدأ، ما انا عايز دماغه تبدأ تشتغل، بس طبعا هو يتبرمج. الهدف تشغيل الدماغ، لا تدي اوامر. الدماغ هي اللي تدي امر للضربة، وليس حفظ العضلة او ضربة الايد من غير اوامر. كده ضربة من غير اوامر، خد بالك كده راسه ما نعم. تشتغلش. هي كده ايده شغالة في ناحية ودماغه شغالة في ناحية. عشان كده لما تلاقي اللاعب أيوة. داخل الماتش داخل خايف، لان مهم. العضلة اللي حافظة
جسمه اللي حافظ مش دماغه. دماغه في حته تانيه خالص، لان انت دربت مهم. دماغه بطريقه غلط، دماغه ما اشتغلتش. فتلاقي لما نعم يدخل دماغه تاخد خوف وبتاع، فتلاقي دماغه خوفت، فدماغه تدي اوردر لجسمه يعني، فتحس جسمه الخوف، فتلاقي الواد داخل خايف وانضرب بسهوله وكل حاجه. طب دي مشكله كبيره صحيح. جدا ومع على فكره. السرعة، أيوه. مهم. مع السرعة أحيانا حتى التكنيك والهذا يكون خطأ، يعني تنفيذ مفيش بقى، الضربات ما انت وتكنيك ما هذا انت يكون لو خطأ. أيوه لان انت تسرعت هتستخدم الدماغ ازاي؟ مش هدي بالضبط. اوردر. صحيح. الله معلش يفتح كتر لك يا شيخ خيرك. حمد، يعطيك الصحة والعافية. هي يا كابتن. سؤال تاني يا جماعه. طيب نكمل المجموعه الثانيه اللي هي ضربتين، وهنا بتعتمد على ال- اللعب من قريب واللعب من بعيد. فالاحتراف بيلعب من قريب، معنى كده لما تيجي تلعب مع حد احتراف ما تسيبش مسافه اكتر من متر، لان ده مش احتراف، ده هواء. طيب في الاحتراف خلي المسافه قريبه، بعيد عشان هتضرب بالزق. خد بالك. ف يعني في التدريب وقف اللاعب قدام اللاعب التاني واضرب زق، يضرب يا ابني وزق، يضرب ويزق، فيضرب ويزق ما بتعملش حاجه، يقول لا يبقى يزق التاني، يزود زق خالص، ما يزود والتاني يثبت معاه، فتبدا تعمل قوه مقاومه العضله، فيبدا ينشط العضله ويبدا يزود يزود ويلعب من قريب. القريب ده معناه كتم، يعني العضله بتبقى مكتومه، فبتبدا تقويها تضرب من قريب جامد. فدي بتاخد وقت. فلما يجي بعد كده لما يتمرن على الطريقه ديت استخدام العضله ويلعب بطيء، هو في المواقف الغير اعتياديه او الغير طبيعيه او الاستثنائيه الادرينالين بتاع الجسم بيتفرز غصب عنه. يعني انا لو في التمرين وبلعب بسرعتي مثلا في الضربه وليكن 10 ريختر، في الماتش السرعه بتزيد الضعف. خد بالك. فلما بتزيد الضعف بسبب الادرينالين والخوف والحاجات ديت، انت قوتك كانت في الاول 100%، بتيجي في الماتش تلاقي 50%. طب لما تتمرن على السرعه، انت القوه كده ثابته زي ما هي، ما عملتش حاجه، يبقى ملهاش لازمه. طب لو اتمرنت على القوة، بدل ما هي كانت 20% خليتها 100%، هتيجي هتلاقي السرعة بتزيد غصب عنك، فهتلاقي القوة بدل ما كانت 100% بقت 50%. طب لما تيجي انت ما اتمرنتش على القوة في الأساس وبتتمرن على السرعة، هتيجي السرعة بتاعتك في الماتش هتزيد أكتر من القوة، والقوة هتنزل كمان، يعني كانت 50% بقت 25%، يبقى نزلت ضعيف خالص. يبقى إذا تكرار المفروض القوة بتجيب السرعة، لكن تكرار السرعة ما بيؤدي إلى فشل القوة نهائي. مفيش، هو مفيش فشل، مفيش قوة أساسا. أنت أيوة. العضلة ما استخدمتهاش. طيب المجموعة الثالثة اللي هي 3 حركات، نفس القصة. مفيش حاجة اسمها في مجموعات تبدأ بالإيد. يعني أنا كنت بشوف مدربين بقول له بتعمل إيه؟ بقول له ببدأ المجموعة اضرب إيد وبعدين رجل مثلا. أقول له طيب، لا ده غلط، ما تعلموش اللاعب كده، علمه المسافة، علمه تعالى أنت عندك في تلعب إيد وفي تلعب رجل. لما حسب المسافه، لو اللاعب اللي قدامك قريب العب ايد. طيب انت هتلعب ايه يا ابني؟ احتراف. طب خش تعالى لي. هتلعب من قريب. طب لو هو الراجل بعيد، اخش له والعب رجل حتى عشان اوصل له واخش ايد. يبقى الهدف بتاعي في الضربات اللي هي تكون قريبه، لان هضرب بزق. ولو ضربت الزق من بعيد ما بزقش، مش هيبقى فيه زق من بعيد اساسا، لان استخدام العضله من بعيد دي اسمها بيسموها ان اير، يعني في الهواء. طيب الهواء يلعب من بعيد عشان ياخد ضربة رجل ياخد بقى نقطتين، احسن ما يضرب بايد ياخد بقى نقطة واحدة. فالهواء بيلعب بطريقة خلاف الاحتراف. الاحتراف لو لعب من بعيد معناه ان قوتك متبحترة في الهواء. يعني تخيل كده انت بعيدة وتضرب كده من بعيد، قوتك متبحترة. اما من قريب مكتومة ومتجمعة، في القوة بتاعتها بتبقى اقوى. عشان كده تلاقي الاحتراف بيلعبوا من قريب جدا. طيب المجموعات اللي هي الثالثة اللي فيها 3 حركات، المجموعة اللي فيها 3 حركات انت بتشكلها حسب ما انت شايف المسافة. بتعلم اللاعب تعالى
اي لاعب بيتحرك من الجناب كده راح جاي تلعب له هوكات على طول، ضربات جانبيه تلقائي، لان هو مثلا واقف اهو، لو لعبت له مستقيمه بتحرك جانبي عدى منك، بتحرك جانبي انت بتضرب مستقيمات عدى منك، يبقى تلعب مستقيمات ليه؟ انت خليه هو اللاعب اهو واقف اهو، وانا بضرب هوك، هو بيتحرك، جات في وشه، بلعب هوك وراجع لورا، هوكك جاي وراه برضه، فكل الحالات الهوكات جايه وراه. يبقى انت بتحط قواعد كده، اي لاعب يتحرك على الجناب ده تلعب له جانبيات ورجل جانبيات على طول دايركت. طب اللاعب ثابت وتحرك قدام ورا، ده مستقيمات واماميات على طول. طب اللاعب سريع بيلعب سرعات، ده ما تلعبلوش اي ضربات من بعيد ابدا، لان هيلعب سرعات، هيضرب سرعات وهيضرب من بعيد ويرجع، لا تمشي براحتك لحد ما تقرب له وتضرب تضغط عليه، كده انت قفلته خالص. يبقى اي حد بيلعب سرعات آه، حجمه في المكان بتاعه وزنقه في مكان، خش عليه من قريب لحد ما تقفل له الضربات بتاعته. طيب لو لاعب بيلعب بقوه، انت حسب بقى مستواك انت بقى، هل عندك اقوى منه يبقى تلعب بنفس القوه بتاعته عشان تبقى انت اقوى منه. هتلعب حسب بقى تشوف هل الديفنس بتاعه قوي ولا ديفنس تعبان بيفتح وشه. وعامه يعني 99% ضرباتهم اي حد بيضرب بيفتح وشه في الضربات، فانت لازم تعلمه انه يلعب لعب مقفول، يعني يضرب وقافل. شوف كده لو لعبت مستقيمه انا قافل من الجناب ومن الجنب اهوت من قدام، فبضرب وانا لو ضرب وانا بضرب انا قاتل، فانا اللي هفوز. طيب الضربات طبعا مش هقعد اقول لك، هبعت لك انا ورق فيه المجموعه الاولى فيها كذا، المجموعه الثانيه فيه كتير، بس انت اطلع من المحاضره يعني عندك الاسس ان انت تبتكر انت وتعمل. يعني بقول لك مثلا حسب المسافه وحسب الاتجاهات بتاع اللاعب العب لضرباتك. طيب مجموعه اللي هي فيها الورق يا اربع كوتش اللي حركات. انت هتبعته دوت هو مكتوب فيه كل اتجاهات ولا مكتوب فيه ايه؟ لا مكتوب في المجموعه الاولى ايد، مجموعات. جاب كروس رجل مثلا. المجموعة التانية رجل فرونت كيك جاب كروس هوك، مجموعة كده يعني، خدت بالك؟ لأن اه أنا لو يا ريت لو حد مثلا من السادة الأفاضل الموجودين واللي أنا بشرحه ده بيكتبه يبقى ريحني، عشان اكتبه اه. يا ريت يعني يكتبوا بصيغة كويسة، لأن أنا يعني أنا عشان اللي أنا بقوله ده أحوله بصيغة مثلا مفهومة بتبقى صعبة شوية. تمام. اه يا ريت، لان انا عايز مثلا اللي انا بقوله ده يتجمع عشان اعمل انزل كتاب، لان كل ما اجي انزل كتاب الاقي فيه في تطورات، في تحسينات، في حاجات عملتها جديده، فبحس ان انا هنزل، فمش عايز انزل حاجه تكون تعبانه يعني، او حاجه مثلا هو حد عموما يا كوتش الكتب هو الكتاب اوريدي كده كده بقى فيه ابديت لكل حاجه، لكن الكتاب بيعتمد على اساسيات التدريب الاحتراف واساسيات تدريب الهواة. فكده كده حتى التطورات بتبقى في اساليب مش في اساسيات. فلو حضرتك مثلا عملت كتاب اساسيات التدريب الاحتراف واساسيات تدريب الهواة وعناصر التدريب هنا وعناصر التدريب هنا، هيبقى افضل. حتى اللي هيطور فيه هيطور في نظام تدريبه، لكن مش في اساسيات الكتاب. الاساسيات ثابته في كل وضع. طب حماده مجموعه. معلش استفسار. فك دلوقتي بالنسبه لي انا لو لاعب، انا بالنسبه لي لو بلاعب حد مثلا طويل قصير، انا المفروض اتعامل بمجموعات ازاي؟ التكنيك برضو ازاي؟ لو اللاعب اللي قدامك طويل معناه اللي ايده اطول من ايدك، معناها رجله اطول من رجلك، معناها ان انت لو اديت له مساحه بتاعته هيضربك وانت مش هتعرف تضربه. يبقى انت لازم اي حد طويل تلعب هو اطول منك، يبقى تلعب قريب منه، ما تديلوش مساحه يطلع فيها ضرباته توصلك، يعني تكتم الضربات بتاعته اللي انت تقرب منه تخش جواه، مسافتك تبقى قريبه منه كتير من جوه. لان هو الطويل لو جه يلعب ضيق بيبقى صعب شويه عليه، ولكن لو اديت له مساحه ولعبت له وسبت له مسافه بينك وبينه، هو ضربته هتوصل فيك وايدك تبقى اطول من ايدك، ضربتك مش هتيجي فيه وضربته هتيجي فيك، فما تديلوش الميزه اللي هو بيتميز بيها الطول، فتلعب من مسافه قريبه جدا له. طيب لو واحد تاني قصير عنك وانت طويل، يبقى طب
يبقى نعمل ازاي؟ انت عندك ميزه طول، يبقى هتعلم اللاعب يلعب من مسافات بعيده. واللعب من مسافات بعيده هقول لك التدريب بتاعها عامل ازاي. اللعب من مسافات بعيده اللي هو بيضرب من قدام زي بتاع المواي تاي، اللي هو ايده قدام ويضرب نص الضربه كده. خدت بالك؟ دي لان لو لعب المسافه من بره من جوه لبره بتاخد وقت، فانت اضرب من قدام. يعني اللعب من يعني ايه، ويلعب من الضرب من التعليم الطويل. زي ما تيجي مثلا، يعني تيجي ايه هقول لك عامله ازاي. تجيب هيلعب على السندباك اهو، افترض ان ده سندباك ده، حط له حاجز عند وشه هنا كده على صدره، بحيث بالمسافه ايده بالظبط كوتش يلعب. النت بيقطع جدا يا كوتش. اه، هو اللابتوب هيفصل شحن كمان شويه، سوري معلش. احنا بقالنا كام ساعه كده؟ بقالنا تمام. ساعتين. طيب بص، مم. خلينا نكمل دي بسرعة عشان بعد كده نبقى خلصنا النقطة دي. يعني مثلا ما أجي ألعب، هلعب مع خصم أهوت أحسن شوية. بص عليا كده، هتحط اللاعب على المسافة دي كده، وتقول له اضرب الضربة من هنا، خلي فيه حاجز بينه وبين المكان اللي هيضرب فيه أو السندباك، بحيث يضرب يبقى مجبر يضرب مين، يحط له حاجز هنا على إيده، بحيث هنا إيده ما تعديش الإيه، ما ترجعش ورا المسافة دي، ويضرب مم. من جوه نص ضربة من جوه كده كده. ايوه. فبتعوده ان هو يضرب من بعيد وهو بعيد، فبالتالي يضرب الخصم اللي هو طير، والخصم التاني ما يعرفش يضربه. وصلت؟ وصلت، شكرا كوتش. نعم. وتيجي بقى المجموعة اللي فيها 4 ضربات دي، اركنها على طول للهواة. 5 ضربات للهواة. كل ما الضربة آه، قلت عددها، كل ما كانت معناها الأقوى في الهجمة. في الاحتراف، دي احتراف. في الهواة زود ضربات زي ما انت عايز، مجموعة 4 ضربات، 5 حركات، لأن كل ما اضرب كتير كل ما اخد نقط كتير. طيب ايه بقى ايه الفرق بين ان انا اعمل ايد الاول ولا رجل الاول؟ حسب المسافة. طب ايه الفرق ان انا اعمل اضرب ايد ولا رجل الاول؟ حسب اتجاه اللاعب. هل اللاعب بيتجه امامي كده مباشر، هلعب له مستقيمات ورجل امامية. اتجاه اللاعب من اليمين للشمال او بيلف حواليا، هلعب له راوندات هوكات. اهو كده. اه، فالموضوع بيبقى حسب. طب يجي واحد يقول لي طب انا العب دي ولا دي؟ اي حاجه، المهم تعمل الاتجاه بتاعك صح. مم. يعني مثلا اللاعب داخل مستقيم، واحد يقول لي العب مستقيمه ولا ابر كات، حسب المسافه. لو هو داخل عليك مستقيم وما لحقتش تلعب مستقيمه وداخل عليك ارب، يبقى ابر كات. طب لو هو بيلعب من بعيد مستقيم وبيقف من بعيد شويه، بتلعب له مستقيمات. حسب المسافه هي تتحكم. يعني الاتجاه والمسافه الاثنين هما اللي بيحكموا عليك. فانت بتعلم اللاعب نفس كلام. ما تقولوش تعالى لاعب اعمل اضرب ايد 1 2 رجل، يبقى انت كده حفظته وخليت دماغه ما يركزش ولا يحفظ ولا يفكر. قول له لا، اقف